واخدين 10 افريقيا، دول واخدين 5، بقالهم 20 سنه قدمونا افريقيا قدمونا افريقيا. 20 سنه ما تيجوا يا عم، ايه كل ده بتيجوا؟ انتوا ماشيين على رجلكم، كنتوا زمانكم وصلتوا. قول له الزمالك قادم. هو قادم فعلا. فين؟ هو هيقدم ده. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا اهلاوي. بامانه؟ لا والله اهلاوي. امال بتقول لي اسماعيلاوي ليه؟ يا عم انا بهزر، ايه المشكله؟ وبعدين انا بحب الاسماعيلي برضه. الاسماعيلي هيابا. اسماعيلاوي ولا اهلاوي ولا زملكاوي؟ يا عم انا اهلاوي. بجد والله؟ لا اهلاوي. اهلاوي؟ يا عم اهلاوي. بس انت عشان واخد 5 مش عايز تقول. ها؟ لا انا اهلاوي اصلا. لا والله. والله اهلاوي. واخد 5 حلوين. ها؟ برضه ايه المشكله؟ متعوده. لا مش متعوده، واحنا زملكاويه عشان متعودين على كده. مالك ومال الزمالك؟ هو الزمالك ما تحطوش في لا اصل كلمه متعوده، مين اللي بياخد خمسات ومين اللي بيخسر على طول؟ الأهلي. انت ايه يا والله عم؟ الأهلي. ايه يا عم؟ الاهلي بياخد 5. لا الاهلي عمره ما ياخد 5. انت واخد 5 من سنه. خلاص يا عادي، ايه المشكله؟ مش مرة مرتين. لا عادي يعني يا عم، بتحصل في الكوره. بتحصل ايه؟ احنا متعودين ان احنا طول عمرنا بنكسب، ايه مره اما نخسر يعني؟ مره مرتين. لا مش مره مرتين، هي مره. طب الشناوي شفته؟ لا اله الا الله يا عم، عنده ظروفه، ايه المشكله؟ ظروف ايه؟ ظروفه يا عم، الشمس ضاربه في وشه يا عم، انت هتشاركه؟ انت هتقف مكانه يا عم. ما بيشوفش من الشمس. لا نتكلم بجد والله، ايه اللي انت شايف الاهلي هيعدي ولا؟ ان شاء الله باذن طب الله. ناقص ايه في الكوره المصريه عشان اللي بيحصل؟ ما هو بص، الاهلي والزمالك ضايعين، خلينا واقعيين، والاسماعيلي هينزل درجه ثانيه ولا ايامنا مش معديه. ايه اللي ممكن يحصل عشان الكوره يبقى شكلها حلو في مصر؟ لا هي المنظومه كلها تتغير. الاداره عندنا، هي طول ما الاداره الكفته دي عندنا ما شاء الله خلاص كده، لازم المنظومه دي كلها تتغير. اتحاد الكوره قصدي. بالظبط، عشان الدنيا دي تمشي. ايوه خلي كلامنا واضح. اتحاد الكوره. امال ايه؟ انا بتكلم على ايه؟ انت هتدينا في ده يا عم. ده انا قصدي طبعا، انا قصدي على ايه؟ ما هي المنظومه بتاعت اتحاد الكوره. حضور الجماهير فارق ولا لا؟ ده اكيد يا عم، هو في حد في الدنيا يختلف على كده؟ مفيش حد في الدنيا يختلف على كده. مين ممكن يختلف على كده؟ دايما الجماهير بتدعم اي حد، دايما بتقف في صف اي حد، دايما في اي مكان. الزمالك هيعدي؟ الزمالك ايه؟ هيعدي من المجموعه؟ لا انا ما تكلمنيش في المنافس بتاعي عشان ما بتابعوش اصلا. انت اهلاوي رخم قوي. طبعا احنا لقينا 2، واحد اهلاوي وواحد زملكاوي، واحد واخد 5 والتاني واخد 2. ماشي. لا تعايرني ولا عايرك، الهم تايلني ويتايلك. ايه اللي حصل؟ اصلا يعني واحد جاي اصلا يتكلم على الاهلي اللي هو اصلا احسن فريق اللي شايفه في العالم يعتبر، لما يجي يكلم يقول لك 5، طب ما واخد مننا قبل كده 5، واخد قبل كده 6، واخد قبل كده 9، وبعد كده احنا خسرانين من سان داونز، مش خسرانين من فاركو ولا ام نادي الفن والهندسه، مش هنتكلم بقى في ال5 ومش عارف. يقول لك فن الهندسه. نادي ليه؟ نادي الفن والهندسه. اتفضل. انت بتتك على الهندسه ليه؟ الهندسه هي احنا فن وهندسه كمان. لا انت بس قسم ميكانيكا صح؟ لا. ايه اللي بيحصل فيكم ده؟ انا مش عارف ده والله. مش عارف الزمالك وبتاع، مكبر الموضوع قوي. طبعا يعني. ده انا لو انا واخد من ام ب2 والله ما البسها. يا عم يلا الحمد لله الحمد لله. هتعملوا ايه في انبي افريقيا؟ بيوجعني. ايه؟ انبي بيوجعني. الله يسامحك يا عم، الله يسامحك. مش رد، مش هتلاقي منهم رد. لا والله مش هتلاقي رد يالا، اعمل اي حاجه. انا مش هعرف ارد عليهم بقى. ليه؟ ما هو واخد 5 يا ابني، قول له واخد 5. هو 5 من سان داونز، 5 من سان، احنا كده احنا قبل كده خسرونا 5، عملنا فيهم ايه؟ خدنا 2 افريقيا ورا بعض يا ابني رد. وخرجنا كمان ايه ظلم تحكيم وبتاع. واخدين 10 افريقيا، دول واخدين 5، بقالهم 20 سنه قدمونا افريقيا قدمونا افريقيا. 20 سنه ما تيجوا يا عم، ايه كل ده بتيجوا؟ انتوا ماشيين على رجلكم، كنتوا زمانكم وصلتوا. قول له الزمالك قادم. هو قادم فعلا. فين؟ هو هيقدم ده. انت بقالك قد ايه بتقول قادم؟ بقالي كتير والله. وايه اللي حصل؟ مش عارف، الله يسامحهم كلهم. هيجي امتى طيب؟ والله مش عارف والله ما عارف. طب انت ما حاولتش؟ قادم اتوبيس عطلان. ممكن يبقى عطلان اتوبيس. ايوه اتوبيس عطلان. ممكن. فاكرها دي؟ بتسالني انا اللي بسالك، انت جاي امتى؟ هنيجي ان شاء الله. امتى بقى؟ هي الفترة اللي جاية دي هي بتاعت مين بقى؟ بتاعت الزمالك قادم. والله قادم والله. اسمع مني. امتى بالله عليك؟ هو خلاص والله انا هكلمه واقول له هيوصل ان شاء الله. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. طب انت شايف وضع الكرة المصرية ازاي بعد هزيمة الاهلي والزمالك؟ على وشك الاهلي والزمالك يخرجوا من افريقيا. والله احنا وضعنا وحش قوي السنه دي، سيء قوي. طب ايه اللي ناقصنا عشان يعني نعدي من المرحلة دي؟ ناقصنا حضور الجماهير، وناقصنا الجماهير ترجع تاني للملاعب، وناقصنا دعمهم لينا ناقص الجماهير السنه دي، ناقصنا الجماهير. طب انت شايف الاهلي هيعدي؟ لا موقفه صعب قوي، وهم اللي صعبوه على نفسهم. هم كانوا بايديهم يكسبوا الماتشين، بس هم اللي صعبوا المرحله بتاعتهم، صعبوها قوي. اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي.
عاجبك اللي بيحصل في الاهلي ده؟ لا مش عاجبني. 25 قوي. طبعا يعملوا ايه طيب؟ لازم اللعيبه تجتهد شويه وربنا يوفقهم. انت لسه كنت بتقول لي إيه اللي بيحصل في الاهلي. ايوه اللعيبه لما بتكبر بتخيب، ما بتركزش. طب ايه انت شايف الوضع هيبقى عامل ازاي لو الاهلي استمر على كده؟ لو استمر اللي هو في الخساره يعني انت شايف الاهلي هيصعد من المجموعه ولا خلاص كده؟ ما اعرفش. هو باذن الله هيكمل هو الاهلي كان بيلعب مين؟ كان بيلعب سان داون. عملنا ايه؟ خسرنا 5. طيب يعني انت يعني انت متابع كويس اهو. ايوه متابع. طب هنصعد ولا ايه؟ قول يا رب. يا رب. يا رب يا رب يوفقهم. يا رب يا بيه. حبيبي. تأمرني بحاجه تاني؟ انت عايز حاجه؟ انت رايح فين كده؟ انا لسه جاي من شغل مروح. نروح؟ طب ما ده يلا نروح مع بعض. يلا بجد والله. اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. ايه اللي حصل فيكوا ده؟ عادي والله العظيم، نتيجة غير متوقعة، بس ديت حاجة بتاعت ربنا يعني. محدش متوقع ان الاهلي هيحصل فيه كده. هو الاهلي كان بيلعب مين؟ سان داونز. ايه اللي حصل بقى؟ عادي والله، هو في لعيبة غايبة عن الفريق وفي اصابات لعيبه ايه يا عم؟ انت احسن فريق في افريقيا، انت واخد، انت التيم كله كان بيلعب، انت بتحور على نفسك؟ لا مش بحاور على نفسي. امال ايه؟ انا مش بحاور على نفسي، بس احنا فاضيين. هو كان خط الدفاع هو اللي كان وحش بس. والهجوم كان كويس؟ الهجوم هو كان في ايه في الهجوم غير بيرسيتاو، وعندك محمد شريف وكهربا. هو الشناوي كان ايه؟ الشناوي احسن جون في افريقيا. ازاي يا جدع؟ الله العظيم مالكش حق. ازاي؟ حسن جميل كان عايز يلبس نظاره. لا ما كانش عايز يلبس نظاره، اما هو يلبس نظاره. محمد عواد يلبس ايه؟ انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. هي البلد دي كلها اهلاويه قسما بالله. الاكتريه 60 مليون. 60 مليون اهلاوي؟ كلهم يعني؟ أيوة. انت حسبتهم ازاي؟ لا هي معروفه من زمان 60 مليون اهلاوي، وبيزيدوا كمان بقى، ما انت عدد السكان عندك بيزيد. واللي انت مين قال لك ان هم اهلاويه؟ لا كلهم اهلاويه 60 مليون، معروفه من زمان جدا. عرفت منين؟ معلومه والله موجوده من زمان جدا. مين اللي قالها لك؟ احصائيات اتعملت زمان. يعني الناس كانت بتنزل وبتسال الناس يعني كلها. مفيش زملكاوي اتولد يعني؟ لا يا عم في زملكاوي. هي مصر كلها كام مليون؟ مش عارف. 100 مليون. تمام، 60 مليون منهم اهلاويه. وال 40 يا عم قول 30 مليون زملكاويه، وال 10% بقى كل 10 مليون بقى الباقي كله. انت جامد قوي، انت ازاي كده؟ بس ايه الخمسه دي؟ ايه انت هتعمل فيها مش سامع؟ والله يعني فريق زي دوت، هو اشمعنى 5 بس؟ انا عايز افهم يعني. كان 4 حلو 3 حلو، بس هي 5 دي يعني انا اللي بسالك. مش عارف والله. متعودين على الخمسه؟ لا مش متعودين. لا لو هنتكلم في متعودين فمش متعودين. ليه يا عم؟ انت واخد 5-0 من كام يوم؟ مرتين. شكلك زملكاوي. والله العظيم اهلاوي. امال ايه مالك في ايه؟ طب الاهلي هيعدي ولا لا؟ هيعدي ان شاء الله. ده لو يعني صن داونز والهلال ما يعني لعبوا مع بعض بشرف. بس احنا شكلنا وحش قوي. بص هو انت تقريبا اخر 3 سنين الاهلي في المجموعات تمام بيبقى شكله وحش. طب الاهلي ناقصه ايه؟ ناقصه ايه بجد بامانه يعني؟ والله يعني انت مره تلاقي ماتش حلو ومره تلاقي ماتش وحش، ماشي. المدير الفني كويس جدا، بس هي الفكره كلها في اللعيبه ان هي تسترجل شويه. هي اللعيبه الرجوله عندها تمام، هم بيلعبوا ماتش حلو وخلاص هم كده اكتفوا. هاجي بقى الماتش اللي بعديه بقى هلعب وحش. الرجوله في خطر. ما هي بالظبط. والله لعيبه الاهلي بقى مشكلتها في كده. طب والله العظيم اقسم بالله انا اهلاوي وبقول الحمد لله ان الماتش خلص 5. هو بصراحه الحكم حس بينا، صفر قبل الماتش يخلص بدقيقتين عشان كنا نلبس السادس. بس الحمد لله يعني عادي، دايما الاهلي معودنا على كده. 2019 شلنا 5 وبعد كده خدنا افريقيا لمده 2 سنين، والثالث كنا هناخدها بس لولا ان ايه، ان حصلت ظروف ما كانش ينفع ان هي تحصل. لعبنا النهائي في المغرب مع فريق مغربي. كان في تواتر. بس الحمد لله ربنا عدلها معانا ودخلنا كاس العالم برضه يعني، عشان احنا كنا مظلومين في النهائي ده. طب الزمالك هيعدي برضه ولا؟ الزمالك موقفه صعب جدا، خاصة ان هو لسه خسران من امبارح من انبي. والمدير الفني بتاعهم حاسس ان هو بيتحدى اللعيبة، بيتحدى الفريق، ما تعرفش ايه النظام بتاعه. بس هو في حاجة غلط. يعني الزمالك كفنيات حلو جدا، بس هو اللي بيحصل في ارض الواقع غريب.